السلام عليكم ومرحبا بكم. أهلا بكم في هذا الفيديو الإعلامي الجديد اليومي عن كرة القدم المغربية. موضوعنا اليوم هو حالة حكيم زياش الحزينة بكل ما يدور حوله في الوقت الراهن. قبل البدء في هذا الموضوع المؤثر، اسمحوا لي أن أضع سياقه في سياق وضعه وحياته. في هذا القسم، دعونا نتناول صعوبات الطفولة التي مر بها هكيم زياش وكيف أثرت على مسار حياته. ولد هكيم في مدينة درونتن بهلندا، وكانت أوقاتهم الاقتصادية صعبة جدا. وبينما كان يكبر، شهد تحديات اقتصادية كبيرة في المنزل. مع الظروف القاسية، واجه هكيم فرصا للانغماس في الأمور السلبية والجريمة. عوامل مثل البطالة والفقر يمكن أن تؤثر على الشباب، ولكن هكيم كان يمتلك شغفا خاصا بكرة القدم. هذا الشغف والحب للعبة ساعداه على التفرغ لها والتخلص من التجاوزات السلبية. في هذه المرحلة من حياته، كان هناك تحول كبير. بعد وفاة والده، واجه هكيم تحديات جديدة لم يختبرها من قبل. فقد غادره والده، الذي كان داعما كبيرا له، وتركه يواجه الصعوبات والتحديات بمفرده. هذا الفقدان كان محفزا له لتغيير مسار حياته. قرر أن يستخدم هذه الصعوبة كحافز لتطوير مهاراته وتحقيق أحلامه. عمل بجد وتفانى في تحقيق أهدافه، وسعى جاهدا لتحويل تلك الصعوبات إلى فرص للتفوق والنجاح. بعد انتقاله إلى هولندا، دخل هكيم مرحلة جديدة من حياته ومسيرته الكروية. انضم إلى فريق أكاديمية أجاكس أمستردام، وهنا بدأت بذور نجاحه تنمو. أثبت نفسه بموهبته ومهاراته الاستثنائية في تطوير أسلوبه الخاص. مع مرور الزمن، انضم هكيم إلى الفريق الأول لأجاكس وأظهر أداءً مميزاً. كانت هذه الفترة هي بداية تألقه وبناء اسمه في عالم كرة القدم الأوروبي. تميز بمراوغاته الرائعة وتصويباته الدقيقة، مما جعله أحد أكثر اللاعبين متابعة وتقديراً. في هذا الجزء، سنتعمق في تجربة هكيم مع المنتخبات الوطنية. قبل أن يقرر التمثيل مع المنتخب المغربي، كانت لديه فرصة للعب مع منتخب هولندا في سنواته الشابة. ومع ذلك، ترجم مشاعره وروحه الوطنية إلى الرغبة في تمثيل بلده الأصلي، المغرب. هكيم زياش لم ينجح فقط في التألق وتحقيق الإنجازات، بل واجه أيضا تحديات عديدة طوال مسيرته. في بعض الأوقات، واجه إصابات تهدد مشاركته في المباريات، وكان عليه التعامل مع ذلك بالإصرار والتفاني في التأهيل والعودة بقوة أكبر. تجاوز هكيم أيضا التحديات التي تأتي مع التأقلم مع أندية جديدة وأجواء مختلفة. في بعض الأحيان، يمكن أن يكون التغيير تحديا كبيرا، ولكنه استطاع أن يثبت نفسه في كل مرحلة ويتكيف بشكل جيد مع متطلبات الفريق والدوري. الانتصارات التي حققها هكيم خلال تلك التحديات كانت لها تأثير إيجابي على ثقته ومهاراته، وقادته إلى تحقيق المزيد من النجاحات وتقديم أداء استثنائي. مع العثور على نفسه في نادي تشيلسي الإنجليزي، اتسمت مسيرة هكيم بالتألق والنجاح. شهدت مسيرته الكروية محطات مثيرة، بدءا من أهدافه البارزة وصولا إلى تألقه في البطولات الكبرى. أصبح هكيم نموذجا يحتذى به في مجال اللعب الإبداعي والإسهام في خلق فرص للفريق. اجتذبت مهاراته الفريدة اهتمام المدربين واللاعبين على حد سواء، مما جعله لاعبا مهما في تشكيلة الفريق. بعد مرور سنوات من العطاء في عالم كرة القدم، بدأ هكيم زياش يبني إرثا له خارج الملعب. أصبح لديه تأثير إيجابي على المجتمع من خلال مشاركته في مبادرات اجتماعية وأعمال خيرية. عبر عن تفهمه للتحديات التي يواجهها الشباب في بيئات مماثلة لتلك التي نشأ فيها، وبدأ يعمل على تقديم الدعم والتحفيز لهم. من خلال وقوفه كنموذج للنجاح، يسعى هكيم لإلهام الأجيال الصاعدة وتشجيعهم على متابعة أحلامهم بالتفاني والإصرار. ذه الطريقة، يبقى هكيم زياش ليس فقط لاعب كرة قدم مميز، بل وأيضا رمزا للإيجابية والتأثير الاجتماعي الإيجابي.
لسوء الحظ، شهد انخفاضا في مستواه على المستوى الأوروبي. جهوده ولعبه لا يروقان حقا لفريق لندن الأزرق. بعد ذلك تم وضعه على مقاعد البدلاء مما منحه القليل من الوقت للعب، وعلى الرغم من ذلك كان قادرا على أن يظهر في كأس العالم أنه لا يزال يتمتع بالمستوى ليكون من بين الأفضل. بعد هذه المنافسة كانت بعض الأندية مهتمة به، لكن في هذا الوقت كان حكيم يمر بأوقات عصيبة في مسيرته. تم الإعلان عن أول شائعة حول إمكانية نقلها إلى باريس سان جيرمان. تسبب عدم كفاءة تشيلسي وعدم جدية في فشل الانتقال بسبب إرسال أوراق غير صحيحة، مما أعاق عملية الانتقال قبل دقائق قليلة من نهاية فترة الانتقالات، وأخيرا منعها بسبب التأخير. لذلك بقي حكيم زياش في تشيلسي لمدة نصف موسم سيلعب فيه دقائق صغيرة جدا. بعد نهاية الموسم وعدم تأهل تشيلسي للمسابقات الأوروبية، يتلقى الوكلاء والأشخاص المسؤولون عن الحكيم عرضا جديدا من المملكة العربية السعودية، وهو عرض من النصر. لذلك يمكن أن ينضم ابننا إلى فريق كريستيانو رونالدو، حيث لا يمثل وقت اللعب مشكلة. لكن المشكلة لم تأت بعد، يجب أن يجتاز زياش فحصه الطبي قبل الانضمام إلى النادي. لسوء الحظ، فشل في الفحص الطبي، مما أدى إلى فشل نقله. شتبه الأطباء في وجود مشكلة في ركبة اللاعب المغربي الدولي. رد عليهم الأخير بقصة على إنستغرام نشر فيها صورة ركبته بدت في حالة جيدة للغاية. حتى أعظم الصحفيين مثل فابريزيو رومانو لم يصدقوا ذلك. بعد أسابيع قليلة من ذلك، علمنا في الأخبار أن حكيم تعرض لحادث سير في لندن، حيث غمرت شبكات التواصل الاجتماعي بصور سيارته المدمرة رولس رويس. الخوف أكثر من الأذى. لم يكن هو الذي يقود السيارة، لأنه إذا كان الأمر كذلك، فقد يجعل الانتقال المحتمل إلى ناد آخر شبه مستحيل. بعد بضعة أسابيع، بين 14 و16 من أغسطس، ظهرت شائعات حول نقل من حكيم زياش إلى غلطة سراي. يتفق الفريق التركي وتشيلسي بشكل جيد على الانتقال، فقط الفحص الطبي مفقود. الدولي المغربي يتوجه إلى تركيا ويجتاز فحصه الطبي، وما يحدث أنه يغيب عن الفحص الطبي مرة أخرى. يزعم الأطباء أن حكيم زياش فشل في الفحص الطبي، وهو نفس كابوس النصر. هذه المعلومة صدمت جميع وسائل الإعلام والعالم. كيف يمكن للاعب كرة قدم محترف أن يغيب عن زيارتين طبيتين متتاليتين لناديين مختلفين؟ كل المغاربة مثل زياش محبطون وخائبون لفشل النقل، ولا يسمح لنا بالإعجاب باللعبة والقدم اليسرى للساحر المغربي. ربما حان الوقت لقبول أن الحكيم لن يكون في المستوى الأعلى بعد الآن. هل سيتقاعد؟ الأسئلة التي لا نرغب في سماعها أو معرفة الإجابة عليها، لأننا جميعا نريد أن تصبح حياته المهنية أكثر ثراء قبل أن تنتهي حياته المهنية. نفتقد جميعا حكيم زياش السابق لأيكس، وقدرته التنافسية، وروحه القتالية، والمراوغة، وخاصة تمريراته. ما رأيكم مشاهدين الكرام؟ ما رأيكم بقضية حكيم؟ قل لنا في التعليقات. نتمنى الحصول على مزيد من المعلومات حول هذه القضية. حول هذا، شكرا لكم على مشاهدة الفيديو. أتمنى أن تكون قد أحببت ذلك، ونراكم لاحقا لمزيد من الفيديوهات عن كرة القدم المغربية. إلى اللقاء.